النهاية دايما بتكون من جنس العمل، والضابط اللي ضحى بكل حاجة عشان يوقع الفاسدين لقى طريقه أخيرا للنور. النهاردة بنقفل قصة فيلم رو ديل بمواجهة نهائية بين الحق والباطل، إزاي جوزيف برينر رجع حقه وحق صاحبه من قلب النار، وهل الانتقام كان كافي عشان يبدأ حياة جديدة؟ رجالة وصلوا لبيت ريفي هادي وقضوا على الحراس واحد ورا التاني بحرفية عالية وكأنهم متعودين على كده. اقتحموا المبنى الرئيسي ورشوا رصاص في كل حتة وحولوا الهدوء لخراب في ثواني. وصلوا لأوضة داخلية كان فيها راجل بيحاول يضرب نار عليهم، بس قضوا عليه بسرعة وسابوا واحد تاني بيعيط من الرعب. الراجل ده كان المفروض يشهد في قضية شغالة، وده سبب الزيارة الدموية دي، برصاصة واحدة في الدماغ ومشيوا. في مسرح الجريمة هاري عميل الاف بي اي كان حاسس بمرارة شديدة بعد ما شاف جثة ابن صاحبه الضابط، وأعلن الحرب فورا على الجناه. في الوقت ده في بلدة صغيرة الشرف كان بيطارد راجل سايق موتوسيكل شرطة بسرعة جنونية. السواق قدر يهرب في الأول، بس الشرف أخد طريق تاني وعمل له كمين، وأول ما الموتوسيكل قرب الشرف رمى سيجار مولع على بنزين مدلوق على الطريق. المجرم اتمسك واتسلم، واتفتحت له فيش وتشابيه بتهم كتير، منها انتحال صفة ضابط شرطة والنصب ومقاومة السلطات. الشرف اللي قبض عليه قال إنه مستعد لأي أكشن زيادة لو لزم الأمر. طبعا مفيش حاجة تانية حصلت، فرجع بيته لقى مراته ايمي محبطة وشاربة شوية وبتحاول بالعافية تعمل كيكة. هي كرهت البلد الجديدة دي ومفتقدة نيويورك، وبتلومه إنه ما عملش مجهود كفاية عشان يمنعهم من السفر. هو فكرها إنهم كان قدامهم حل من اتنين، يا يعزلوا يا يواجهوا الفضيحة في المدينة بعد حملة التشويه اللي تعرض لها. هي ما بردتش وطلعت غلها بالطريقة الوحيدة اللي عارفاها، حدفت الكيكة المسكينة في وش جوزها. بالليل وهو بيحاول يرتاح عميل الاف بي اي كلمه ورتبوا ميعاد. تاني يوم اتقابلوا بعيد عن المكتب، والعميل وراه تسجيل لباترا فيتا زعيم عصابة وهو بيتحقق معاه من قبل باكستر المدعي العام اللي غدر بالشرف صاحبنا بعد ما قبض على مجرم تقيل. كلمات باكستر لسه بترن في ودنه، استقيل يا إما هتتحاكم. دي الكلمات اللي خرجته من الخدمة. رجع بص للقضية اللي في التلفزيون ولقى زعيم العصابة بيتسأل ازاي عايش في كل الغنى ده وهو مش مسجل أي دخل. الراجل رد بمنتهى البرود وقال إنه مديون لطوب الأرض، فكل الفلوس دي تقنيا مش بتاعته. الزعيم ده هو اللي تسبب في موت ابن العميل، ودلوقتي العميل عايز الضابط النيويوركي السابق يدخل وسط العصابة متنكر اندر كفر عشان يوقعهم بتمويل ودعم منه هو بس. عملية هادية لرجل واحد مع وعد بانهم يرجعوه لشغله القديم، وده اللي شد انتباه الشرف. وهو في طريقه لمخزن الشرف كلم المحطة وادعى انه بيعاين عملية اقتحام لمستودع وقود، وبعدين ولع النار في عربيته وفي المخزن كله. حركة درامية ومقنعة جدا عشان يثبت للكل انه مات في الانفجار. كل ده عشان يخفي هويته تماما، وبقى رسميا ميت وباسم جديد وهو جوزيف برينر. أخذ تعليمات من رئيسه عن أهم رجالة العصابة وإزاي يقرب منهم. جوزيف الجديد دخل نايت كلاب وراح لترابيزة قمار، وهناك اتهم المكان بمنتهى الهدوء إنهم بيغشوا، وأثبت ده لما الناس هجموا عشان يلموا الفلوس. قلب الترابيزة والهرج والمرج زاد. الحراس هجموا عليه بس قدر يتعامل معاهم رغم إنه أخذ كام خبطة جامدة في النص. واحد حاول يكسر دماغه بصندوق بس جوزيف شاله وطرحه للسقف. بعد ما أدبهم خلى القاعة فاضية، والحراس حالهم يصعب على الكافر. بس ما خلصش على كده، وهو بيمشي بمنتهى الهدوء دخل بتريلا في قلب المطعم وهد المبنى عليهم، واللي عاشوا جريوا كأنهم افتكروا فجأة إنه وراهم مشوار مهم. في نفس اليوم زعيم العصابة بلغ خبر وحش للمانسكي وقصقص ريشه ونفوذه، وده خلاه يزعق ويعترض، بس القرار كان نهائي. والزعيم خارج يركب عربيته، أتوبيس مدرسة معدي عمل قلق وطلع منه قناص وفتح النار على باترا فيتا ورجالته. أول ما الضرب وقف كان في واحد من رجالة الزعيم وقع، والزعيم لبس التهمة فورا للمانسكي. في نفس الوقت جوزيف نط في عربية كانت واقفة ورفع المسدس على السواق وأمره يثبت مكانه. فيه ست ركبت هي كمان، فخلاها تسكت وأخذ مجوهراتها وأمر السواق يتحرك. وقفوهم في حتة ونزلهم وأخذ العربية وخلع وسابهم محتارين بس من غير ولا خدش. بعدها الشرف دخل مبنى القمار ورشى الحرقاس عشان يدخل، وبكل ثقة قال للموظف إنه عدو لمانسكي اللدود. والرسالة وصلت للزعيم في ثواني. استدعوه جوه عشان يقابل روكا، وهناك اعترف انه هو اللي هد مطعم لمانسكي ورمى المجوهرات المسروقة كدليل اضافي انه حاطط الراجل ده في دماغه. قعد يقنعهم انه يقدر يوقع لمانسكي، بس روكا سأله بشك، وايه اللي يخليك تفتكر اني هفرح لما اشوف لمانسكي بيتضرب؟ بعدها روكا عرفه على ماكس الراجل بتاع تخليص المهام الصعبة. ماكس حاول يفرض سيطرته بس الشرف اصر انه احسن منه بمراحل. الزعيم اعجب بيه واداله شوية كاش يلعب بيهم، وهو خارج جرب حظه مع مونيك، واحدة ست زي القمر، وادالها كل الفايش اللي معاه ومشي. وهي طبعا فرحت جدا بالحظ
الحركة دي. دخل الشريف في حتة مقطوعة ورجالة ماكس كانوا ماشيين وراه عشان يحاصروه. أول واحد قابله ببوكس متين وبدأت خناقة قصيرة، وقعهم كلهم، ولما واحد طلع مطوة سيرينة البوليس قطعت عليهم اللحظة، والحراس أول ما شافوا الضباط جريوا. في الوقت ده واحدة ست استغلت راجل على الطريق عشان تدخل مبنى بتاع باترافيتا مع فريقها، وجوه لقوا عمال ورزم فلوس كاش تخص الزعيم، وده كان دليل كفاية إن دي الفلوس اللي مش عايز يقر بيها للضرايب. الزعيم كان شايط في مكتبه لما عرف إن الفلوس اتحرزت، بس روكا هداه وقال له هنعوضها في كام أسبوع، واقترح يخلصوا من لامانسكي لأنه سبب وجع الدماغ ده كله. الزعيم وافق عشان يقوي جبهته، وقرر يضم الراجل الشديد جوزيف ليهم ويشغلوا معاهم. الزعيم أكد إن جوزيف مفيد ليهم حاليا، بس فكرة الثقة فيه لسه مش مطروحة على الترابيزة. وهو خارج من المبنى مونيك الست اللي كانت في الكازينو قربت منه، وهو طبعا استخدم سحره المعتاد، وبعد شوية كانوا بيشربوا مع بعض في شقته. الاتنين تقلوا في الشرب ودخلوا أوضة النوم، وجوزيف راح في سابع نومة وفضل يشخر وكأنه طالع من شفت إضافي. الست طبعا كانت مبعوثة في مأمورية، استغلت الفرصة ولمت كل بياناته وبعتتها لرئيسها عشان تخلص من ديونها وتكسب بونت عنده. بس الحقيقة إن جوزيف كان عارف كل اللي بيحصل وعامل نفسه نايم عشان اللعبة تمشي. ماكس دراع روكا اليمين وجوزيف راحوا لواحد اسمه مازر في بار. بعد ترحيب ناشف شوية جوزيف خلص الليلة بطريقته وحذر مازر انه يبطل يمول لامانسكي. ماكس ما كانش راضي عن اللي حصل وحس ان جوزيف خلاه ما يعملش شغله صح وسابه وهو بيديله تحذير ناعم. في الوقت ده لامانسكي كان عايز يمسك جوزيف ويعمله عبرة قدام الناس كلها. بعدها في مكتب الزعيم جوزيف اخيرا قابل باترافيتا بفضل كلمة حلوة قالها روكا في حقه. الزعيم سأله كام سؤال بسيط بس جوزيف جاوب بذكاء زيادة عن اللزوم، يعني كان فهلاوي أكتر من إنه سلك، وده ما عجبش الزعيم. مشاه بذوق وبعدها بص للي تحته وقال له عينك على الواد الجديد ده وما تثقش فيه بسهولة. جوزيف ومونيك كانوا بيعملوا شوبينج ومبسوطين، وفجأة ظهر كام راجل فاكرين جوزيف كويس وعايزين يصفوا حسابهم معاه. أول واحد هجم عليه جوزيف زقه لبسه في العفش. مونيك قامت بالواجب مع اللي بعده وكسرت فازة ورد فوق دماغه وأثبتت إنها مش جاية تتفرج بس. الرجالة قدروا يثبتوا جوزيف وادوله كام خبطة، بس مونيك دخلت في الخط تاني وفضلت تضرب بدراع مانيكان وكأنه جزء من الخطة. واحد حاول يشد الدراع منها فجوزيف ادى التاني كام بوكس متين كان هينوموا فيهم. بعد ما وقعوا كل المهاجمين خلعوا بسرعة واخدوا معاهم الفستان اللي كان عاجب مونيك. في مقر باترافيتا هو وروكا قعدوا يتخانقوا على ازاي يرجعوا الفلوس اللي البوليس حرزها. روكا شايف ان الموضوع مستحيل لان الاسم دايما مليان ضباط، وقال له ده في 50 ضابط في المبنى ده. الزعيم ما كانش عاجبه الكلام وفكروا انهم عملوها قبل كده. هنا الواد الجديد اقترح بمنتهى البرود انهم يفضوا الاسم ببلاغ كاذب عن وجود قنبلة. الأوضة سكتت والكل أبدى اهتمامه بالخطة، وفعلا بعدها بشوية واحد لابس لبس عامل صيانة دخل الاسم، عمل نفسه بيصلح حاجة وساب جهاز جنب مكنة البيع وخرج. أول ما مشي انفجار هز المبنى كله. الضباط ومعاهم هاري جريوا في كل حتة وكل واحد بيخمن السبب. مارفن وصل وسأل هاري هو بيعمل ايه هنا، ولما حس انه لسه بيلف ورا قضية باترافيتا أمره إنه يسيب القانون ياخد مجراه، لا اختصارات ولا مهمات فردية ولا دراما زيادة. بس هاري كان واضح عليه إنه مش هيسكت. ماكس بدأ يغل والغيرة تاكله بعد ما عرف إن مونيك اللي كان المفروض تراقب جوزيف وقعت في حبه بجد. واجهه وقفل عليها الكلام عشان يبعد جوزيف من طريقها، بس هي حذرته يبعد عنه. وفي اللحظة دي جوزيف حط ماكس في حجمه الطبيعي بمنتهى الهدوء ومن غير شوشرة. بعدين وهم بيتعشوا مونيك سألت ليه هو بعيد عنها كده، رد عليها وقال لها إنه ده عشان سلامتها هي، بس هي ما اقتنعتش واعترفت له إنها واقعة في حبه لشوشتها، وقالت لها إنها مش هتبعد عنه إلا في حالة واحدة بس، لو كان متجوز. وهنا جوزيف فتح قلبه وقال لها الحقيقة أنا فعلا متجوز. الصدمة دي دمرتها لأنها كانت فاكرة إن في قصة حب حقيقية بتتبني، فقام ورزعته قلم على وشه وخرجت وهي شيطة. وحتى وهي خارجة دلقت المشروب على راجل تاني عشان تكمل الخروج الدرامي بتاعها. العميل قابل رئيسه وبلغه بخطة باترافيتا لسرقة الفلوس المحروزة من الاسم، واتفقوا يسيبوا الخطة تمشي للآخر لأن التدخل دلوقتي هيكشف الرجل المزروع جوب العصابة. هاري كان قلقان وسأل العميل لو ناوي ينسحب من المهمة، بس هو رفض. بعد ما زيف موته وساب مراته مصدقة إنه مات مفيش حل غير إنه يكمل المهمة اللي بياخد عليها أجر، ده غير إن المكافأة اللي في الآخر ما يتسكتش عليها.
عليها. في نفس اليوم ماكس أخذ الراجل الشديد جوزيف في العربية وقال له ببساطة إنهم رايحين يخلصوا على لمانسكي. في الوقت اللي كانت فيه فرقة تانية بتسرق الاسم، الفريق التاني فعل بلاغ كاذب بوجود قنبلة، وده أجبر الضباط يخلوا المبنى. البوليس طلب فرقة تفكيك القنابل وما يعرفوش إن دول هم نفس العصابة اللي بلغت. دخلوا الاسم بزي الفرقة واقتحموا الخزنة. في مكان تاني قناص ماكس لمح لمانسكي، بس الزحمة اللي حواليه بوظت عليه النشان. لغوا العملية وقرروا إن الأفضل يخطفوه ويخلصوا عليه في حتة أهدى. جوه الاسم فرقة القنابل المزيفة بدأت تلم الكاش في الشنط، بينما ماكس حصل عربية العدو وبدأ يخبط فيها والونزتين طايرين على الطريق. الفريقين بدأوا يتبادلوا ضرب النار، ولمانسكي ما كانش همه. عربية ماكس كانت هتلبس في حيطة، بس لحق نفسه وغير طريقه وكمل المطاردة. بس السواق التاني عمل خطة هروب ذكية وخلع منهم. العربيتين بقوا في وش بعض والضرب شغال، نار يا حبيبي نار. وجوزيف هو اللي قدر يوقع واحد من الأعداء بعد ما العربيتين وقفوا لحظة. سواق لمانسكي كمل جري والزعيم استخبى ووطى، وده أنقذه من سيخ حديد كان متعلق بالعرض ومعدي فوق العربية. بس النهاية كانت سودة عليهم. العربية لبست في تانك بنزين وانفجرت. فرقة القنابل خلصت لم الفلوس وخرجوا من الاسم وكأنهم فككوا القنبلة وخارجين بيها. المهمة نجحت من الطرفين. ماكس قابل مرشد في البوليس وطلب منه ينبش ورا الواد الجديد بتاع باترافيتا. الضابط عارف جوزيف برينر الحقيقي، بس الوش اللي قدامه في الصورة مش هو الراجل اللي يعرفه، وده خلى فيه علامة استفهام وقلق حتى لو لسه مفيش دليل قاطع. في مكتب باترافيتا الزعيم اتكلم مع مارفن مرشد تاني في البوليس عن احتمالية وجود خاين وسطهم. مارفن ما كانش عنده رد واضح، فحول الكلام لهاري وقال ان العميل ده غالبا لسه شايل غل بعد ما ابنه راح في الخدمة. باترافيتا ما كانش مهتم بالنظريات، هو عايز نتائج وبس. الضابط المرتشي وضح ان هاري شغال لحسابه ومن ورا القانون، واقترح انهم يخلصوا عليه في هدوء من غير ما يسيبوا وراهم اي اثر يوصل للزعيم. ولما باترافيتا سأل مين اللي يقدر ينفذ، دخل ماكس وبكل برود رشح اسم واحد بس، الواد الجديد. وهم خارجين للمهمة الجديدة ظهرت مونيك واعتذرت له عن اللي حصل منها، واعترفت انها اتصرفت بمشاعرها. ورت له شوية حنية وهمست في ودنه وطلبت منه يخلي باله من نفسه. ماكس فضل يتكلم عشان يشتت الانتباه، فجوزيف ادى مفاتيح عربيته للست قبل ما ينضم لفريقه. التلاتة الشداد وصلوا لموقع المهمة وجوزيف لسه ما يعرفش مين الهدف. اول ما لمحوا الهدف والزعيم ادى امر الضرب، جوزيف اتصدم لما لقى ان الهدف هو هاري فرفض يضرب. التردد ده قلب الدنيا لضرب نار، والعميل المتنكر قلب على فريقه وقضى عليهم، بس هاري اخد كام رصاصة وصابته كانت شديدة. جوزيف حاول يساعده، بس هاري قال له يهرب وينقذ نفسه وخلاه يختار النجاة بدل البطولة الزيادة. وهو بيهرب من مسرح الجريمة ظهرت صاحبته بالعربية، فكان الهروب سريع ونضيف. وصلها الفندق وقال لها تلم حاجتها فورا وتطلع على المطار تأجر طيارة، وهو هيروح يخلص آخر خيط لسه مفتوح. جوزيف جهز سلاحه واقتحم المقر بطريقة دراماتيكية. المزيكا عالية والموتور بيزقر بأقصى سرعة. الحراس لمحوه وفتحوا عليه النار، بس هو قضى على 2 منهم بسهولة. جوه مخزن الفلوس بتاع باترافيتا الرعب انتشر والرجالة بقوا بيجروا في كل حتة عشان ينجوا. وفي وسط الفوضى واحد اتزحلق ووقع في مكنة طحن صخور وانتهى نهاية بشعة. لسبب ما الحراس ما كانوش عارفين ينشنوا عليه، وهو كان بيمسح المكان مسح سايق بإيده بيقضي على الأعداء بالإيد التانية. الفوضى كملت وهو بيصطادهم واحد ورا التاني وكأنه في رحلة درايف باي. بالغلط لابس بعربيته في لودر، ومن قوة الخبطة غاب عن الوعي اللحظة. سواق اللودر شال العربية وكان ناوي يحطها في طريق تريلا جاية عشان تهرسها، بس صاحبنا فاق في آخر ثانية ونط من العربية قبل ما تتدمر تماما. وحتى وهو في الموقف ده ضرب سواق اللودر بالنار قبل ما يزحف تحت التريلا اللي ماشية عشان يستخبى. دخل هانجر مليان مارشميلو وفتح النار، فبهدل المخزون وقضى على الرجالة اللي جوه. سواق التريلا هجم عليه بالدرويلة ناحية الهانجر، بس رصاصة واحدة في الدماغ وقفت الهجوم ده خالص. مهمة تانية نجحت. لما الأخبار بدأت تذيع الهجوم اللي حصل في الموقع، الزعيم كان هينفجر من الغيظ وعايز الراجل اللي عمل كل الدمار ده بأي تمن. في اللحظة دي جوزيف ظهر على كاميرات المراقبة بتاعة المبنى والكل رفع سلاحه ومستعد يضرب. الأسانسير عمل رنة الوصول فكلهم رشوا رصاص عليه، بس المفاجأة إن جوزيف نزلهم من فتحة التهوية وفتح فيهم النار. أخد وضعية قناص وبدأ يوقعهم واحد ورا التاني. في حارس كان هيحاصره بس هو كان أسرع وقضى عليه. فضل هادي تحت الضغط ووقع واحد كمان، بينما الباقيين كانوا بيضيعوا رصاصهم في الهواء وهو مفيش رصاصة بتخيب منه. قضى على حارس كمان بسهولة واستخبى ورا حاجز وفضل يضرب نار من هناك، والرجالة التانيين كانوا مستخبيين من الرعب. باترافيتا حاول يدخل في الأكشن، بس حظه السيء أن المسدس بتاعه علق جام في أوحش وقت ممكن بالنسبة لجوزيف. الزحف كان نتيجته أحسن، وقدر جوزيف وهو على الأرض يوقع راجل تاني كان واقف فوقيه. روكا والزعيم استخبوا في أوضة
الأوضة عشان ياخدوا نفسهم، بس الحارس اللي على الباب اتضرب بالنار فورا. الزعيم حس بالمصيبة وطلب من رجاله يكلموا البوليس، بس قبل ما ينطقوا بكلمة الراجع الشديد اقتحم المكان ورش ركة بالرصاص وخلص عليه في مكانه. الزعيم حاول يهرب بس ملحقش. جوزيف ضربه بالنار من ظهره وهو بيجري، وبعد ما وقع زوده بطلقة أخيرة عشان ينهي الحكاية بإهانة تليق بيه. جوزيف وهو خارج لقى حد عمال ينيني زي الكلب المضروب وبيحاول يزحف. طلع باكستر المدعي العام اللي كان شغال لحساب باترافيتا. العميل المتنكر افتكر ازاي الراجل ده دمر حياته وقرر يرد له الجميل وبنفس كلماته: استقيل يا إما هتتحاكم. لما باكستر مسك مسدس وحاول يضرب، جوزيف كان أسرع وقضى على المسؤول الفاسد ده في ثانية. الضابط بيكر اللي كان قابل جوزيف قبل كده وصل مسرح الجريمة وافتكر ان اللي عمل كده حد عنده حساب قديم وتقيل عايز يصفيه. جات له معلومة ان في عربية تخص الزعيم الميت اتمسكت، فأمر بالتتبع وطلع ورا الخيط ده. العميل المتنكر وصل لممر الهبوط حيث كانت مونيك مستنياه، وبدل ما يهرب معاها ادالها 250,000 دولار وقال لها تروح تعيش الحياة اللي كانت بتتمناها. هي اعترضت وقالت مش هتمشي وتسيبه، بس هو أقنعها بالراحة إنها لازم تمشي، فحضنته وركبت الطيارة. جوزيف استنى لحد ما بيكر وصل، ولحسن الحظ الضابط عرف فورا إنه واحد منهم شرطة وسابه يمشي من غير ما يقبض عليه. بعد فترة طويلة هاري كان في المستشفى وبيطلع غله في ممرضة غلبانة بتعمل شغلها. الضابط اللي رجع خدمته جوزيف ظهر وقال له إنه رجع لمراته ولشغله اللي بيحبه، وبشره بخبر إن إيمي حامل وإن الطفل اللي جاي محتاج عراب يطلعه راجل. عشان يحفزه رفع هاري من مكانه وزق الكرسي المتحرك بعيد وتحداه إنه يمشي، وقال له ابني محتاج عراب بيمشي على رجليه، أو على الأقل واحد ما بيستسلمش. فكروا بابنه اللي مات وده حرك حاجة جواه، فبدأ هاري يحرك رجليه ببطء ومشي ناحية الأب اللي كان مستنيه، واللي ابتسامة اترسمت على وشهم هما الاتنين. الفيلم ده علمنا إن القانون ممكن ينام بس ما بيموتش، وإن الضباط الرجالة هما اللي بيجيبوا حقهم بإيديهم لما الدنيا تضيق. لو عجبتكم نهاية باترافيتا والمدعي العام الخاين اخبطوا لايك واكتبوا لنا في الكومنتات هل جوزيف كان صح لما ساب مونيك ورجع لمراته. وما تنسوش الاشتراك في قناة عراب الأفلام وتفعيل الجرس عشان اللي جاي أقوى بكتير.